السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي وصحابي عاملين ايه؟ وحشتوني جدا 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 جدا. طبعا بعتذر في الاول ان انا بقالي كام يوم ما نزلتش فيديوهات، بس والله كنت تعبانة. انتوا عارفين طبعا ان انا قربت اولد، فاليومين اللي فاتوا دول كنت كل يوم اروح المستشفى اعمل اشاعات وتحاليل عشان اجهز نفسي للولادة. عشان كده كنت برجع مرهقة وما كنتش بقدر اعمل اي حاجة، حتى الروتين العادي ما كنتش قادرة بصراحة اصوره. فالنهارده الولاد بقى: يا ماما انتي بقالك كتير ما عملتلناش حاجة حلوة، اعملي لنا اي حاجه كده، الجو ساقع واعملي لنا حاجه كده تدفينا. فبصراحه قلت اعمل لهم حمص الشام كده سريعا، وكمان مش هيخلينا اقف كتير. فاول حاجه طبعا انا كنت نقع حمص الشام كده من الصبح قبل ما اخرج اروح المستشفى اعمل الاشاعه. نقعت وقلت اول ما ارجع اعمله للولاد على طول. زي ما انتوا شايفين هو طبعا ما كانش طري قوي، فعشان كده انا قلت ايه اولع عليه شويه يتسلق. يعني هو المفروض اصلا تنقعيه قبلها بيوم، بس انا طبعا عشان نقعته قبل ما امشي فما خدش وقت في النقع، فحطيته على النار بس كده ايه شويه. استوى بس يعني دخل على نص سوا. وحضرت بقى الحاجة بتاعته زي ما انتوا شايفين كده، ضربت كام قطاية في الخلاط، وحضرت التوابل: ملح وكمون وبابريكا ومكعب مرق الدجاج وبصل بودر وفصين توم مبشورين وليمونة. زي ما انتوا شايفين اهوت انا كده حطيت الصلصة على الحمص وهرجعه على النار تاني. يعني انا بس السلقة اللي انا سلقتها له دي عشان يطرى شوية عشان هو المفروض كان يتنقع من بالليل. طبعا انا مش هحط اي حاجة عليه غير هي بس الصلصة دي اللي انا حطيتها، يعني انا حطيتها كده وقلبتها ومش هحط اي حاجة. يعني التوابل دي مش هحطها، زي ما قلت لكم قبل كده انا بحب احط التوابل بتاعتي في اي حاجة فيها صلصة في الاخر عشان ما تديش مرارة. حطيت بس الصلصة وحطيت فصين التوم اللي انا بشرتهم، وهرفعه بقى ايه على النار وهسيبه ايه لغاية ما ياخد درجة السوا اللي انا عايزاها. طبعا كل حد فينا بيبقى ليه درجة سوا معينة في الحمص بيحبها، في ناس بتحبه نص سوا، في ناس بتحبه مستوي قوي، في ناس بتحبه طري خالص، فعلى حسب انتي بتحبيه ايه. فانا دلوقتي رفعته على النار زي ما انتوا شايفين اهوت، وسبته يغلي لغاية ما ياخد درجة السوا اللي انا محتاجاها. اسيبه بقى براحته خالص، انا مش هاجي جنبه غير لما احس ان هو خلاص دخل على السوا. انا قلبته اهو تقليبه، اخد بس حبيتين كده اشوفهم استوى ولا لا. انا بصراحه ما خدش معايا ربع ساعه على النار زي ما انتوا شايفين كده، يعني ما خدش معايا وقت. فانا بصراحه دوقته لقيته خلاص ايه ابتدى هو يستوي، يعني درجه السوا بتاعته بقت كويسه. رحت بقى طفيت عليه وهحط بقى البهارات بتاعتي: الملح والفلفل والكمون والبابريكا، كل حاجه انا ايه توابل اللي بحب احطها عليه. طبعا البابريكا اللي انا حطاها ديت بتدي بس مجرد لون كده، يعني لون كده وبيدي طعم برضو. كده انا حطيت التوابل وقلبتها، وهحط برضو مكعب مرقة الدجاج بيدي طعم حلو قوي قوي قوي، بس ده اختياري. لو انتي مش عايزة ما تحطيهوش ما تحطيهوش، بس صدقيني بيدي طعم، وبتحسي كأنك جايباه من الناس اللي هم بيبيعوه بره. يعني ما بتيجي تشتري من بره لولادك بتحسي ان بيبقى ليه طعم مختلف. السر يا جماعة والله في مكعب مرقة الدجاج ده. فانتي برضو براحتك، لو مش عايزة تحطيه ما تحطيهوش، بس انا بصراحة بحطه بيدي طعم وريحة جميلة جدا. بس هنا بقى يا جماعة دي معلقة ودي معلقة شطة عشان هنعمل شطة لوحدها وكمون لوحده. طب هنعمله ازاي؟ انا بحط معلقة كمون زي ما انتوا شايفين كده، وباخد من مية الحمص وبزود على معلقة الكمون زي ما انتوا شايفين كده، وبحط برضو على الشطة وكده. دي الدقة زي اللي بيعملوها بره بالظبط، جربيها وصدقيني والله والله هتحسي كأنك واقفة على عربية حمص الشام بتشتري حمص شام منه. جميلة جدا 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 جدا. بس انا دلوقتي بقى بقلب اهو الكمون وهنقلب الشطة ونركنهم بقى ايه على جنب لما نيجي ايه نحط. طبعا الولاد كانوا مستعجلين يلا يا ماما يلا يا ماما، فانا ركنت الشطة لان اغلبيتنا مش بياكلوا الشطة. انا بحبها بصراحة بس انا في وضعي ده ما كانش ينفع اكل اي حاجة حراقة، فانا هحط كمون بس. انا جهزت الكوبايات اهو زي ما انتوا شايفين. طبعا انا حاطه الليمون كده على الكوبايه يعني ديكور، يعني عامله منظر للكوبايات هحط بقى الكمون اهو في الكوبايات كلها، والشطه انا ركنتها على جنب لما نيجي اخلص واطلعه للولاد هاخدها معايا. اللي عايز شطه هحط له، اللي مش عايز بقى خلاص. عشان ايه؟ طبعا انا عندي برضو في يعني حد من الولاد مالك ابني ما بيحبش الشطه خالص.
بس انا كده حطيت الكمون، هشيل بس الشاليمو اللي انا حطاها في الاول دي عشان ما تلخمنيش. انا ركنت بقى الكمون، هجيب بقى ابتدي ايه احطه. انا ما بحبش احطه على طول، يعني انا بحب اسيبه شويه اغطيه واسيبه ياخد مع نفسه كده، ياخد ويدي كده البخار ده. بس الولاد كانوا مستعجلين، يلا يا ماما يلا يا ماما الجو ساقع، لا حط لنا دلوقتي عشان مش هنستنى. فبصراحه حطيت على طول. طبعا لما بتحطي التوابل بتاعتك وبتقفلي الحله وبتسيبيه شويه على النار يهدى بس كده، طبعا بياخد ويدي مع الطعم والبهارات اللي انتي حطيتيها في الاخر، فبيبقى طعمه تحفه بصراحه. لكن برضو الولاد ما كانوش صابرين بصراحه، يلا يلا يلا. فانا قلت احط لهم كمان. انا زي ما قلت لكم تعبانه وما بقدرش، فلو كنت قعدت اصلا ما كنتش هقدر اقوم تاني من مكاني. فبصراحه قلت بالمره بقى احط لهم عشان ايه اطلع لهم الكوبايات واقعد. انا كده حطيت اهو الكوبايات كلها زي ما انتوا شايفين اهوت. هحط لهم بقى الشاليمو، اهم حاجه عندهم. حط لنا يا ماما اهم حاجه الشاليمو حطوها. انا عايزه اقول لكم ولادي اصلا بيحبوا حمص الشام في كيس زي ما بيجيبوه من بره. يعني ساعات ينزلوا يشتروه كانوا بيجيبوه في كيس كده. حط لنا يا ماما، قلت لهم لا بقى احنا يعني في البيت ناكل بقى في الكوبايات ونبقى نضاف كده وحلوين. فحطيت لهم في الكوبايات زي انا وباباهم اهم. بصراحة المنظر جميل والطعم تحفة، صدقوني والله جربوا الطريقة ديت. جميلة وما بتاخدش وقت ولا اي حاجة، وطعمها تحفة جدا جدا. وحاجة كده مفيدة للولاد وحلوة. ولو يعني عندك عيل عنده برد او حاجة وما بيشربش سوائل زي ولادي كده، الحاجات دي بتفيده جدا في البرد. بس هنا بقى يا جماعة خدت كوبايتي وقلت لهم انا هدخل الأوضة افرد ظهري لاني كنت تعبت. فدخلت الأوضة اتفاجئت ان انا لميت الغسيل ونسيت اطبقه كالعادة. لان انا لما بلمه بحطه في الاوضه فبنساه، ما بدخلش الاوضه دي غير لما بكون داخله اريح ظهري. فقلت بقى اطبقه. هنا الشنطه دي يا جماعه كانت عندي، قلت اغسلها كده عشان احط فيها هدومي وهدوم البيبي، عشان ان شاء الله اول ما الدكاتره يخلصوا الاشاعات والتحاليل اللي طالبينها مني هيحددوا لي ميعاد الولاده وان شاء الله اروح اولد. وهنا كنت طبقت الغسيل اهو زي ما انتوا شايفين، ومستنيه الولاد بقى يحنوا عليا زي كل مره ويجوا ياخدوا هدومهم يرصوها. لان فعلا كنت تعبت ومكنتش قادره اقوم، انا كنت حرفيا قاعده على السرير مربعه مش قادره اقوم. والله يا جماعة أنا تعبانة جدا 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 جدا. بس وده كان النهاردة، ونتقابل بعد كده.